سلامات الدائم للجميع. معكم حسن الصحاف، راح نقدم لكم شروحات في هذه القناة عن الخطط أو ما يسمى بمناصيب لعبة الدامة. وفي هذا المقطع إن شاء الله راح نشرح لكم كيفية اللعب وقوانين الدامة. تابعونا. هذه رقعة الدامة، فيها 64 دار أو خانة، والحطب 16 ب16 بلونين مختلفين، إما أصفر أسود أو أبيض وأسود، وهناك ألوان أخرى. وصاحب البيادق أو الأحجار البيضاء أو الصفراء يلعب الأول. البيدق إما يتحرك إلى الأمام أو إلى أحد الجانبين، يمين أو شمال، وما يرجع للخلف، ما يرجع للخلف ولا يتحرك بشكل قطري، ولا يتقدم أو يتحرك خانتين بنفس دور اللاعب. يعني ما يصير يلعب كذي أو يلعب بهالطريقة هذه، إلا بس خانة واحدة إلى الأمام أو إلى الجانبين. وما يستطيع الحجر الانتقال إلى دار أو خانة فيها حجر، حتى لو كان حجر لنفس اللاعب، يعني ما يصير ينتقل مدام في حجر هني، أو أنه يقفز عليه الطريقة. ينتهي دور اللاعب عند وضع البيدق في الخانة الجديدة، وليس له تغيير النقلة. وعند لمس اللاعب الحجر يجب عليه أن يلعبه إن أمكن تحريكه. بالنسبة حق المقاصص أو تبادل القطع، يعني نفرض الأسود لعب هذه النقلة، الأصفر راح يقول له أكل، والأكل إجباري أو إلزامي، يأكل بهذه الطريقة، يقفز هالطريقة، وبالتالي الأصفر عنده أكله من الصوب أو من هالجهة هذه. ولكن في لعبة الدامة يجب الأكل في الاتجاه الأكثر، يعني الأكل بالزود أو بالأكثرية. فلو نلاحظ إذا أكل بالاحتضار راح يأكل 1 2، أو إذا أكل بالاحتضار راح يأكل 1 2 3. أما إذا كان من الجهتين نفس عدد الأكلات فاللاعب مخير. بالنسبة أيضا لتبادل القطع، تاكل أحجار الخصم ما دام في بينهم فراغ أو خانة واحدة، يعني يقدر يأكل الحجر والحجر، ما يقدر يأكل الحجر. ليش؟ لو تلاحظون بينهم خانتين، إذا كان بين أحجار الخصم خانتين أو أكثر فما يستطيع أن يأكلهم، ينتهي دوره، فالخصم يأكل بهالطريقة وترجع تأكل هذه. نشوف الأصفر، إذا نقل هالنقلة هذه يجب عليه أن يحذر الخصم ويقول كش، والكش يعني هو إنذار الخصم. فالخصم إما أن يسد الاحتباء أو أن يحركها. بالنسبة حق الشيخ أو الدامة، كيفية الأكل تختلف عن الحجر. إذا قال له أكل بهالطريقة يقدر يأكل هذه ويقدر يأكل هذه، حتى لو المسافة بين الحجرين أكثر من خانة واحدة، فيأكل، يقدر يأكل هذه، يقدر يأكل هذه، بس مو بس يقدر يطب هني أي خانة من هذيلا، ولكن بهالحالة يجب عليه أنه يطب بهالدار هذه. ليش؟ لأن قلنا يجب الأكل بالأكثرية سواء بالحجر أو بالدامة. يكمل يأكل هذه، يطب هني، يأكل الحجر والحجر. أما بهالحالة لو قال له أكل راح يأكل بس الحجر. ليش؟ لأن الحجرين متراصين أو مسكرين على بعض، فيطب هني أو هني. إذا طب هني طبعا راح يرد يأكل شيخه. شوف معي هالوضعية، نفرض هذا شيخ هذا حجر، هذيلا 3 أحجار. لو يقول له أكل فهو مخير، أما يأكل الحجر والحجر أو هالحجر مع هالحجر، فما يصير يأكل هذه
بعدين هذه، بعدين يرجع ياكل هذه بنفس الدور. فمثلا ياكل هذه بعدين هذه، بس هني انتهى دوره. كيفية الفوز: يتم الفوز إما باستسلام الخصم أو بأكل جميع أحجاره، أو إذا تأخر في البطولات، إذا تأخر الخصم عن الحضور أكثر من الوقت المسموح فيه بالبطولات فيسجل خسارة، أو إذا انتهى وقته إذا كان هناك ساعة. حالات التعادل: إما باتفاق بين الطرفين أو بتكرار نقلات الطرفين نفسها 3 مرات متتالية، مثلا بهالطريقة: يرد يكش يسكر يرجع، وهكذا 3 مرات متتالية، أو بهالطريقة هذه ويرجعون 3 مرات، أو بوجود بيدق مقابل بيدق، أو بيدق مقابل دامة، أو دامة مقابل دامة. لو نلاحظ بهالوضعية، لو قال له أكل راح يأكل 1 2 3 4. أما إذا الشيخ كان هني أو هالدور هذه ما يقدر يكمل يأكل، راح يأكل 1 2 3 ويوقف. ليش ما يقدر يكمل يأكل؟ لأن تعتبر هالدامة غير تامة الصلاحية، فما تكون تامة الصلاحية إلا بعد نقلة ينقلها الخصم، فبالحالة يرجع الأسود يأكل. نفس الشيء لو الأصفر يقول شيخ، ما يقدر بنفس الدور يرجع يأكل هالحطبة. ليش؟ لأن قلنا غير تامة صلاحية، فيقول شيخ ويوقف دوره، فالحين راح يكون دور الأسود مثلا يلعب هالنقلة. وصلنا معاكم إلى نهاية المقطع، أتمنى أني قدرت أشرح لكم كيفية لعب الدامة بطريقة واضحة. نلقاكم إن شاء الله في مقطع آخر.